جيش نزول مظلي. فجيت يوم ابغى انط مع الجيش مع الكابتن حقنا، لقيت القائد حقنا خايف. اقول له يا ابو فلان ايش بك؟ قال لي يا اخي امس امي رأت رؤيا اني حنط والمظله حقي ما حتنفك. قلت له يا اخي هذا حلم ما هو رؤيا، وعشان يفسد الحلم خذ مظلتي واعطيني مظلتك. لبسته مظلتي وقلت له نط قبلي يلا. نط فك المظله انفكت. نطيت بعده وفكيت المظله ما راضيه تنفك. اسحب الاستبنه ومو راضي ينسحب. نزلت مهوي من جنب القائد. هذا يناديني القائد يقول لي عبد الله فين رايح؟ قلت له رايح اتفاهم مع امك. ونعمه وما ينقصني الا محبتكم والدعاء لي ولجميع مرضى المسلمين. مر علي وعكة بسيطة وما خوفني إلا أن لا يحرمني الله من رمضان. الله يبلغني وإياكم رمضان واجعلني من المقبولين من أول ليلة أنا وأنتم، لأن هذا الشهر شهر التصفية. اغتنموا الفرصة، اتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. من بينه وبين أخيه قطيعة رحم فليصلها، من مزعل أمه يصالحها ويرجع يقبل رجلها، من عنده حقوق حق الناس يردها، من بينه وبين الله معصية يجدد إيمانه ويتوب عشان لا يأتي الموت بغتة فجأة. يأتي الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم. توفي فجر اليوم الجمعة الداعية عبد الله بانعمة بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعى عدد من الدعاة والناشطين الداعية بانعمة معددين مآثره وسائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأشار عدد من الناشطين إلى أن الصلاة على جثمانه ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف. وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاما عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ ما أدى لارتطامه بالأرض وإصابته بالشلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.